دولة قامت على استغلال الحقد بين الفرس والعرب، وقدرت تنهي على خلافة استمرت لمدة 90 سنة، وصلت حدودها من الهند والصين شرقا حتى المحيط الأطلنطي غربا، إنها الخلافة العباسية. طبعا كلنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، كان هو الرئيس الأعلى للمسلمين. وبعد لما مات ظهر نظام الخلافة، وتولى أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. وفضل حكم علي بن أبي طالب أعلن معاوية بن أبي سفيان تمرده وطالب بالأخذ بالسقف من قطرة عثمان بن عفان. واستمر ضيهات العرب معاوية بن أبي سفيان في القتال ضد علي بن أبي طالب، بالإضافة إلى تجنيد كبراء الصحابة في مقدمتهم هو عمرو بن العاص ضيهات الضيهات. ونتيجة الخلاف اللي ظهر بين معاوية وعمرو وعلي ظهر الخوارج وعملوا مؤامرة إنهم هيقتلوا الثلاثة، والمؤامرة الوحيدة اللي نجحت هي مقتل علي بن أبي طالب. وبدأ الناس يبايعوا الحسن بن علي بن أبي طالب بالخلافة، وحقنا للدماء قام حسن بن علي بن أبي طالب بالتنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. كده نبدأ عهد جديد في تاريخ الدولة الإسلامية وعهد الدولة الأموية. وأسباب ضعف الخلافة الأموية: أول حاجة هو ضعف الحكام، ثاني حاجة الشيعة، وشايفين إن الأمويين مقتصدين الخلافة وإن الخلافة لازم تكون لآل البيت. ثالث حاجة الخوارج، وعملوا معارضة شديدة للأمويين يطالبوا فيها بشعار لا حكم إلا الله الموالي، وهم المسلمين غير العرب. خامس حاجة العصبية القبلية. في أواخر القرن الأول الهجري كانت فرقة الكياسنة هي أكبر فرقة شيعية، كانت بقيادة أبو هاشم عبد الله حفيد علي بن أبي طالب. والخليفة الأموي هشام بن عبد الملك كان شايف إن أبي هاشم سبب خطر على دولته، فقرر ينتقم منه ويقتله. فعزم عنده في القصر وسأله تشرب إيه؟ أشرب شاي. بعدها أمر الخليفة بدس سم لهم، ولما شعر أبو هاشم إنه خلاص هيموت راح ابن عمه محمد بن علي بن عبد الله العباس. كان محمد تلميذ عند أبو هاشم. المهم إن أبو هاشم عرف محمد كل أسرار الدعوة وأوصاه بالإمامة من بعده. ومع بداية القرن الثاني بدأ محمد بدعوة المسلمين بشعار الرضا لآل محمد. هو الله العزيز الأوحد، ندعو للرضا لآل محمد. بركز على مكانين: الكوفة عشان مقر العلويين، وخراسان عشان هي مقر الموالي. ويموت محمد بن علي العباس ويجي ابنه إبراهيم الملقب بالإمام، هو صاحب الفضل في قيام الدولة العباسية. There is a great need for a man of your talent to fight Mehmed. وكان من أشهر الدعاء هو أبو مسلم الخراساني، واللي كان بينشر الدعوة خراسان. وبعت له الإمام إبراهيم قال له إن ما يخليش أي حد في خراسان يتحدث العربي. فلحد كده محدش يعرف مين الإمام، لحد ما وقع في إيد مروان بن محمد آخر أمراء الدولة الأموية الكتاب اللي بعته إبراهيم أبو مسلم الخراساني. وعلى طول أمر بالقبض على الإمام، ولكن الإمام عندما علم أمر بولاية العهد إلى أخيه أبو العباس السفاح، ووصاه ان ينقل مقر الحكم من الحميمة الى الكوفة. ويجي بعده ابو اخوهم الاكبر ابو جعفر المنصور ويبني مدينة بغداد واللي هتكون عاصمة الدولة العباسية. وعلى طول توجه ابو العباس السفاح الى الكوفة وصعد على المنبر واعلن قيام الخلافة العباسية. ورفض العلويين الدخول في الخلافة العباسية لانهم هم شافوهم زيهم زي الامويين مغتصبين للخلافة. ومش كده وبس، لا هم شايفين ان العباسيين ضحكوا عليهم. ولكن السؤال هنا، هل هم ضحكوا عليهم فعلا؟ الدولة العباسية تتنسب إلى العباس بن عبد المطلب عم الرسول، أنا هو من آل البيت. وبعد قيام الدولة العباسية أمر السفاح بقتل آخر أمراء الدولة الأموية وهو مروان بن محمد، واللي هرب إلى مصر واتقتل في منطقة أبو سير. وبدأ العباسيين مذبحة الأمويين، محدش قدر يهرب منهم إلا آخر أمرائهم وهو عبد الرحمن الداخل. كل المؤرخين بيقسموا العصر العباسي إلى عصر العباسي الأول وعصر العباسي الثاني، ونبدأ بالعصر العباسي الأول وهو عصر الخلفاء الأقوياء وعصر الوحدة الإسلامية، لم يخرج منها أحد إلا الأندلس اللي أقام فيها عبد الرحمن الداخل. وبعض المؤرخين بيقسمون العصر العباسي الأول إلى 3 فترات زي نظرة ابن خلدون
قرون لنظرة الدولة إنها زي عمر الإنسان. وندخل على العصر العباسي الثاني، والعصر العباسي الثاني بيتميز إن هو قعد لمدة 4 قرون وضعف الحكام وزيادة نفوذ الأطراف. بداية الأتراك كان في عصر الأمويين، بيجوا عند الأسياد كانوا بيشتغلوا كخدم، لكن الموضوع ازداد أكتر في الدولة العباسية. كانت الأتراك بيستخدموا في الحروب لحد ما جه معتصم واعتمد عليهم في الجيش دون تدخل أي جنس من العرب أو الفرس. وازداد نفوذ الأتراك إنهم يقدروا يعينوا الخليفة على مزاجهم ويشيلوه على مزاجهم، ولو الخليفة حاول يقاوم ممكن يحبسوه أو يقتلوه أو يعذبوه. فتحولت سلطة الخليفة إلى نفوذ دينية أشبه بالبابوية في العالم المسيحي. ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. بل أن العالم الإسلامي كان فيه 3 خلفاء، الخليفة العباسي في بغداد، والخليفة الفاطمي في القاهرة، والخليفة الأموي في قرطبة. وظهور بقى الدول المستقلة، وكانت الدول المستقلة كانت إيجابي وفعال للدولة الإسلامية، زي الحمدانية اللي طالت لهجمات وحروب في الشام. وأحداث الدولة العباسية كتير أوي أوي أوي، قعدت لمدة 5 قرون، وظهرت فيها حركة الحشاشين والحملات الفرنجة المعروفة بالحملات الصليبية، وقيام الدولة الأيوبية في مصر والشام، وظهور المغول بقيادة جنكيز خان، وبعدها هولاكو اللي دمر أي حاجة بتيجي في وشه، واللي عمل مذبحة في بغداد. والأول مرة المسلمين يقعدوا لمدة 3 سنين من غير خليفة، لحد ما جه بيبرس وجاء واحد من أبناء البيت العباسي عشان يحمي الخلافة. لحد ما يجي الخليفة سليم الأول ويقصر آخر خليفة عباسي، وبكده تكون سقطت أعظم خلافة عباسية اللي قعدت تحكم العالم الإسلامي لمدة 5 قرون. شوفنا الفيديو الجاي. سلام.